ابراهيم خدها منه. مغرب العز بين الامم. زيادة حمدي فتحي. لا تقلب الصفحة حتى تقرأ السطر الأخير. فالحاج محمد معروف أنه مؤسس فريق الوداد، أنه صاحب الفكرة. أما الفكرة ديال تأسيس نادي مغربي جات من مجموعة ديال واحد المجموعة ديال الشباب وطنيين مثقفين. 1937 كانت بداية ديال تأسيس الجمعيات، لأن قبل ما كانوش الجمعيات كيتأسسوا، كان غير الجمعيات الفرنسية. بزاف ديال الانديه اللي مازال كاينه حتى لدابا ولدات من رحم المقاومه المغربيه ضد المستعمر سنوات الاحتلال الفرنسي والاسباني، بالخصوص في سنوات الثلاثينيات. كانوا المؤسسين ديال هاد الانديه بزاف ديال المقاومين والمثقفين والوطنيين. ما كانتش الغايه ديالهم ابدا ممارسه الرياضه، ولكن كان الهدف ديالهم سياسي اكثر ما هو رياضي، والمساهمه في الحركه الوطنيه من اجل استقلال المغرب. غادي تبان اول جمعيه رياضيه لكره القدم في المغرب في البداية ديال الحماية الفرنسية على المغرب، اللي كانت كتلعب تحت راية المستعمر، وهي جمعية اليسام الرياضي لكرة القدم، اللي غادي تأسس رسميا سنة 1913، وفريق الراسينغ البيضاوي سنة 1917، واستاد المغربي سنة 1919، وبزاف ديال الأندية اللي كانوا كيلعبوا تحت راية المستعمر. فريق اليسام كان بمثابة ريال مدريد الفرنسية آنذاك، كيحصد الأخضر واليابس. توج ب 16 لقب الدوري، أي يعني بطولة في وقتنا الحالي، و11 لقب السوبر الفرنسي، وجوج ديال الكؤوس بطولة شمال إفريقيا. كلشي حتى لهنا كان غادي مزيان بالنسبة للمستعمر الفرنسي، حتى لواحد النهار بالضبط في 8 من ماي سنة 1937. ولك أن تتخيل عزيزي المستمع في هذا النهار شنو غادي يطرى. هذا النهار الحاج محمد بن جلون التويمي المقاوم والوطني المغربي، أحد الغيورين على راية الوطن المغربي، غادي يقرر أنه باش يأسس أقوى وأفضل نادي كرة القدم، وغادي يسميه نادي الوداد الرياضي. الوداديين كانوا بالروح الوطنية اللي عندهم، كما قلت لك الحاج محمد بن جلول من الناس اللي قام بإضراب. والزوين فهادشي كله وأنه النادي 100% نادي مغربي من تأسيس مقاوم مغربي اللي غادي يغير مفهوم كرة القدم المغربية للأفضل. في البدايات الحاج محمد بن جلول غادي يأسس النادي كفرع السباحة، حتى لهنا راه باقيين غير في مرحلة هدوء ما قبل العاصفة. وفريق اليسام غير ما كيزيد وينتفض وكيحصد كاع الألقاب الممكن. فريق الوداد الرياضي مازال يلا في التطوير فرع السباحة. الحاج محمد بن جلو مبقاش عاجبو غير يكتفي بفرع السباحة فقط، وغادي يبدا يفكر بتأسيس فروع عديدة، منها فرع كرة السلة والهوكي والريغبي. ولكن واحد النهار في 27 يونيو الحاج محمد بن جلون غادي يقترح على الأب جيبو بأنه يأسس نادي الوداد الرياضي، فرع ديال كرة القدم. غادي تنطلق من هنا رحلة الوداد الرياضي ضد المستعمر الفرنسي ومنافسة فريق اليسام. الوداد في نفس العام اللي تأسس فيه غادي يلعب أول ماتش ليه ضد فريق اليسام، وغادي يكون الماتش بالفريق الثاني لكلا الفريقين، وغادي تربح اليسام بهدفين مقابل هدف. البيت اللي ماركاه الأسطورة الودادية الخميري، ولكن بعد ما غادي يسالي الماتش غادي ترون ديال بصح. الفكره ديال الحاج محمد بن جلو انه ياسس نادي باش يكون الصوت ديال الشعب المغربي، ومطالبه المستعمر بالرحيل راه نجحات 100%. الوداد ما كانش كيشجعوه غير البيضاويين فقط، ولكن الوداد وفريق كل المغاربه، وكلشي كان كيشجع الوداد الرياض، وكانت هي صوتهم في المباريات، حيت هذه هي اللغه اللي كيفهمها المستعمر الفرنسي. محمد بن جلو كان ذكي بزاف في هذه الخطوه اللي خدا. الوداد غادي يتوج باول لقب سنه 1940 مباشره بعد تاسيس النادي بسنه واحده. غادي يقدر يحقق اول لقب ليه، كانت الاسم ديالو كاس جيل. البعض كيقول سميتو كاس السوبر المغربي، والبعض كيقول ليه كاس جيل. المهم هو انك قدرتي تحقق اول لقب ليك وانت فريق مغربي 100%. محمد بن جلول عرف بانه اسس فريق غير عادي، وفريق كينافس على الالقاب. قصه الوداد والالقاب راه من زمان ماشي غير ولادة اليوم. الوداد غادي يعاود يتوج بنفس الكاس
سنة 1946. وفي سنة 1948 الوداد غادي يتوج بلقب البطولة اللي كانت كتلعب تحت راية المستعمر وبطولة شمال افريقيا في عام واحد. وفي 1949 غادي يحقق الرباعية التاريخية اللي كانت البطولة وكأس شمال افريقيا وكأس السوبر المغربي وبطولة شمال افريقيا. هنا المستعمر بدا كيحس بالمنافسة وان الوداد غادي تشكل عليه عبء. غادي تجي سنة 1951 الوداد غادي يتوج بالبطولة للمرة الرابعة في تاريخه قبل الاستقلال. هنا المستعمر ما غاديش يسكت وغادي يعتقلوا احد مسيري النادي سنة 1952. الجماهير الودادية او المغربية غادي تنتفض على هذه الفاجعة وغادي يبقاو يتحاربوا مع المستعمر سواء بالشعارات او بالضرب. وفي العام اللي من وراه غادي تكون مظاهرات داخل التيران وغادي تعرض لاعب ودادي بالضرب بالرصاص. هنا بعض لاعبين الوداد حسوا بالخطر عليهم. حارس الوداد محمد رفقي غادي يقرر ينفصل على النادي والتحق بفريق نوبل الفرنسي وغادي يلعب معاه وغادي يكون ملتزم وكلشي، ولكن غادي يعرفوه كان في الوداد واعتبروه حتى هو كان من المقاومة المغربية وغادي يجريو عليه. وفي عام 1959 لاعب ودادي سابق اخر الاسم ديالو عبد السلام غادي يكون كيلعب في الصفوف بوردو الفرنسي وغيوصل معاهم للفينال اللي كان ضد فريق ليل الفرنسي وغادي يطالب برحيل فرنسا من المغرب. وقال احد المنابر الاعلاميه الفرنسيه بعد ما سولوه قالوا لي شنو اللي بغيتي، قال لهم بغيت حاجه وحده وهي ترجعوا ملكنا محمد الخامس رحمه الله للعرش ديالو والبلاد. عبد السلام ما غاديش يحترم النشيد الفرنسي في ظل حضور الرئيس الفرنسي وغادي يسولوه علاش. قال لهم كيفاش بغيتوني نحترم النشيد ديالكم والملك ديالنا مازال منفي من طرفكم. في سنة 1955 غادي تبنى ملعب مارسيل سيردان او ستاد دونور اللي كيحمل اسم مركب محمد الخامس حاليا. وغادي تجي اخيرا سنة 1956 والملك ديالنا غادي يرجع للعرش ديالو وغادي يتم طرد المستعمر الفرنسي وكل الفرق اللي كانت خاضعه عليهم. الوداد غادي تلعب ماتش شرفي ضد منتخب الشمال في تطوان وغادي تربح الوداد بهدف مقابل 0 في نهائي كأس الاستقلال. وكتعتبر الوداد هو الفريق الوحيد اللي عنده هذا الكأس. تخيل معايا انه عندك كأس في السنة اللي خدات فيها بلادك الاستقلال. فراه شرف لكل ودادي او ودادية مشجعين لهذا النادي التاريخي في تاريخ المغرب سواء جماهير او لاعبين. والوداد مازال كتشرف صورة المغرب ليومنا هذا. كلمة واحدة غادي نقولها قبل ما نسالي هذا الفيديو اللي كنتمنى يوصل لاي ودادي او ودادية او اي واحد باغي يعرف علاش اختارينا اننا نكون وداديين، وهي افتخر كونك ودادي لانك تشجع النادي الاكثر تتويج بالمغرب. نتلاقاو في ساعة الخير. تهلا.